السلام عليكم المشاهدين المتتبعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم؟ الحمد لله. اليوم غادي ندخل في الموضوع ديريكت. الا عجبكم هاد القصص اللي غادي نعاود، كتبوا لي في الكومونتيرات باش نبقى نعاودهم لكم ديما، وديروا لي جيم وبارطاجيو القناه الحباب ديالنا. وهاد القصه هادي غادي نعاودها لكم اول مره في هاد القناه، بانه هاد القناه ديال مولات الخاتم غادي تولي هي ديال القصص. يلا الحباب ديالنا، حطوا راسكم على المخده وتصنتوا لروسكم وسمعوا هاد القصه اللي غادي نعاود لكم. وهاد القصه هادي ما بين الرضا والسخط. يلا تصنتوا ليا. نبداو بسم الله. هذا واحد السيد ما عنده والو، عنده جود الله سبحانه الا هو. تلاقى مع واحد السيده بغاتو بغاها، تزوجوا على سنة الله ورسوله. تزوجوا ما عندهمش بجوج. السيد على قد الحال تيخدم، تيجيب ديك البركه للمرا ديالو، كتقلل منها ولا كتكثر منها، بقاو على هذاك الحال. واحد النهار وهو يمسك عليه الله في واحد الخدمه اللي هي زوينه، خدم ديك الخدمه، عجبو داك مولشي اللي خدام عنده، بقى خدام معاه. كل مره تيزيدو شويه الشهريه ديالو. مشى عند المراه ديالو قال لها دابا ربي سبحانه الا هو مسك علينا، غادي نجمعوا يدينا وحتى حنا نديروا مشروع ديالنا. وشوف ربي سبحانه الا هو اش قال. فعلا اتفق مع مرتو، بداو تيجمعوا لك قسم الله، تا اليوم على غدا، اليوم على غدا، اليوم على غدا، تجمع البركه. دار المشروع ديالو لراسو، دار داك المشروع صغير، من الصغير ولا كبير، من الكبير ولات عنده تبارك الله الدار ولا الحوانت ولات الفيلا، ولا السيد عطاه صيت ربي من فضله. ولد ثلاثه البنيات، البكره والمتوسطه والصغيره، قراهم احسن قرايه في احسن مدارس، رباهم احسن تربيه. كاع اللي حلو عليها فمهم بناتو تيجيبها ليهم. الام مربيه بيت، مقابله وليداتها، مقابله شغلها، الحمد لله مسك عليهم الله، الخيورات هي مدفقه. كي تيقولوا المال والبنون زينه الحياه. كبروا ليه بنياتو، تزوجات ليه البكره، تزوجات ليه الوسطانيه، بقات الصغيره ما بغاتش تتزوج، بكثرت ما متشبكه زعما بوالديها وبالاب ديالها وبالام ديالها. كتقول لها الام ديالها شوفي خواتاتك تزوجوا وانت ما بغيتي تزوجي، واش انا بغيت ندوم ليك، واش انا. المهم الهضره تاع الوالدين نتوما راه عارفينها. ولكن اخوتي سبحان مبدل الاحوال، سبحان مبدل الاحوال، بقات هكاك. الصغيره جاها واحد ولد الناس، داك ولد الناس على قد الحال، ما فحالوش، ولكن من اطيب الخلق وكيعرف بينو وبين الله. قالت لهم راه جاك واحد السيد والله يعمرها دار، وبين فيه ولد الناس، وبين فيه عرف بينو وبين الله، وبين فيه تيخاف الله، هذا هو اللي بغيتي تدي. البنت قالت لها لا، خواتاتي داين رجالهم لاباس عليهم وعندهم الشركات وهادي، وانا بغيتو تزوجوني بهذاك ما عندوش. قالت لها الام ديالها انا راه تزوجت بباك ما عنده والو، والحمد لله ملي تزدوا وحليتوا عينيكم لقيتوا الخير فايض. شوفي انتي قدامك اش بغا يديروا ليك. المهم البنت ما بغاتش، جا هضر مع الاب ديالها قال لها هاد السيد باينه فيه بيوصل، وباينه فيه ان شاء الله غادي يدير المشروع ديالو، والتيله ما عندوش يكون هي ولد الناس، حنا نساعدوه، وحنا راه عجبنا بيناه لك. قالت لي صافي يا با بغيتوه صافي. تزوجات بداك السيد، داها للدار، ما عنده دار داك سعي كاري، داها. السيد مسكين خدام هي في ابسط الخدامي، تيجيب ديك البركه اللي قسم الله لمرتو، تيخرجها، تيشري لها داكشي اللي في استطاعته. البنت ما قنعاتش،
البنت والي فين تتشوف، حيت هي با لاباس عليه وخواتاتها مجوجين رجال لاباس عليهم، خصها حتى هي تدي لاباس واحد لاباس عليه. يعني هذيك البنت مكرات بداك الراجل جميع المكر، مكرات به وهو صابر، وهو صابر على الصبر، صبر على الطيبوبه ديال باها وعلى الطيبوبه ديال امها، حيت الام ديالها مراه طيبه، وهذاك الولد ما عنده حتى شي حد يتيم، يعني حل عينيه حلها يتيم، ولا كيحسب نسابو هما والديه. تصنتوا لي اخوتي، كيحسب النساب ديالو هما والديه. البنت كتمشي عند الام ديالها كتقول لها انا بغيت نتفرق معاه، انا ما بغيتوش، انا بغيت نطلق منه، انا. الام كتصبر بنتها، كتقول لها شتي هذاك السيد والله حتى غيكون احسن من هادو، وعقلي فين قلتها لك، احسن من رجال خوتك، وعقلي فين قلتها لك، صبري معاه راه راجل طيب. هذاك السيد عمرو نهار تزوج بها ما مشى عند الام ديالها ولا الاب ديالها وتشكى ليهم منها والو، قاعد صابر مسكين وتيحمد الله وتيشكر على النعمه اللي عطاه سيدي ربي، واخا هو عارف بانه المراه ديالو راه ما بغاتوش حيت ما عندوش الامكانيات اللي عند رجاله خوتها. صامتوا لي اخوتي، بقاو هكاك حتى واحد النهار هو يقول لها شوفي بنت الناس، ولدي لنا شي وليد ولا شي بنيه تعمر علينا. قالت لها انا الولاد هما اللي ما الولاد، شوف هاد الظروف وما عندناش، وبدات تخرج وتدخل عليه في الهضره وتتغوت معاه وتتخاصم معاه. قال لها ما تعرفي هذاك الولد ولا هذيك البنيه يجيب الله الرزق والفرج، راه الوليدات تيتزادوا برزقهم. بحال كنت تهضر معاها، هي تخاصمات معاه وتناطرات معاه، غضبات مشات لدارهم. وجا المحلو ما لقاش المراه ديالو، مشى عند نسابو لقى المراه ديالو، شافتو قالت ليه تبعتيني حتى لهنا، زعما واش جيتي تبعتيني حتى لهنا؟ قال لها لا ما نتبعكش، راه انت مرتي قدام نسابو. بدات تتغوت عليه وتتشكى ليه من باها، هو تيسمع. الام ديالها اللي حاسبها هي مو قاعده وساكته، حيت عرفات بنتها راه شر الخلق، عارفه بنتها ضاصره. قعد مع نسيبو وهو يقول لي شوف انسيبي بحال هكا بحال هاد الشكل الحاج، انا قال ليه ما درت لها والو، قلت لها انا بغيتي شي بنيه ولا شي وليد اللي يعمره لينا، ما تعرفي سيدي ربي يحن علينا ونوليو حتى حنا تولي المعيشه تاعتنا بسلام وتولي بخير. ونط ليا وسباتني وعيراتني وزات حوايجها وجات معاكم، جات للدار عندكم. شاف فيها باها، شافت فيها ما، قالت لها جمعي حوايجك رجعي مع راجلك، رجعي قالت لها مع راجلك. رجعت مع راجلها، ولكن نفس المشكل مدوزه على راجلها، الحر الجحيم، وهو حالف حتى يوصل لداكشي اللي بغا، حتى يدير شركه تاعتو خاصه به ويدير الدار ويدير الطوموبيل ويطلع حتى هو ويحنتها، هي اللي كتقول ليه انت ما عمرك دير شي حاجه. خرج من هذيك الخدمه اللي كان خدام فيها، مشى لواحد الشركه اخرى. ديك الشركه بكثرت الخدمه ديالو اللي كيدير وبكثرت التقنيات اللي عنده والذكاء عجب مول الشركه، قال لي غادي دير معنا عقد وغادي تبقى خدام معنا. دار ليه ثمن زوين على الثمن اللي كان عنده، بقى خدام معاهم تا يجمع، تا يدور معاه مول الشركه، حيت عرفو مجوج وعرفو درويش وعرفو معقول، بقى هكاك تجمع واحد النسبه ديال المال. جمع ديك النسبه ديال المال وما قايلهاش لمرتو، ولكن فراس نسيبتو هي الام ديال المراه ديالو، حيت الام ديال المراه ديالو عزيز على هذاك السيد بحال والداه من كرشه، واخا ما عندهاش هي الولد. فهموني دابا اش نقول لكم اخوتي، الا بغات دير شي حاجه نسيبتو كتستشر معاه هو بلا خبر بناتها، ولا بغا يدير شي حاجه نسيبو كيستشر معاه هو بلا خبر بناتو، يعني حاسبينو ولدهم. مشى عند نسيبتو قال لها نسيبتي راه عندي واحد شويه ديال المال
وراني بغيت ندير واحد الشركه، ولكن هاد المال اللي عندي راه ما كافينيش لهاديك الشركه، وبغيت نقولها للحاج باش يقرضني ولا يسلفني، وما قدرتش نقولها ليه. نتقات النسيبه ديالو قالت ليه شوف بلا ما تقولها لشي حد، انا غادي نسلفك، انا غادي نعطيك. فعلا جمعات ديك البركه اللي عندها، جمعات شي ذهب، قالت ليه 24 ساعه غادي يكون عندك المال كله اللي قلتي ليا. مشات مسكينه رهنات ذهبها، جبدات شي فلوس عندها، المهم داكشي شي حاجه ديالتها هي قديمه عندها، داك الذهب وداكشي اللي خلاو لها والديها، جمعات كلشي وجدات ليه الفلوس وزايد عليهم، قالت عود يوحل في شي حاجه. دورت ليه قالت ليه فلان، قال لها نعم، قالت ليه جيتي هاد البركه اللي سلفتك. عطاتو ديك البركه، بدا تيبكي، قال لها انت احسن ام واحسن نسيبه تلاقيت معاها في هاد الدنيا، وغادي نعوض لك وان شاء